إزاي تستغل موسم رمضان لو أنت مصمم جرافيك؟ رمضان بالنسبة لناس كتير فهو موسم روحاني حلو جدًا، لكن بالنسبة للمصممين الشاطرين ده واحد من أقوى مواسم زيادة الدخل في السنة. المشكلة إن 70% أو أكتر من 70% بيعدّي عليهم الشهر من غير ما يستفادوا فعليًا. في الفيديو ده هاعرّفك إزاي نستغل رمضان أو تستغل الموسم ده خطوة بخطوة. ليه رمضان فرصة حقيقية أو فرصة شغل كبيرة جدًا. زيادة العروض في السوق، البراندات بتتنافس عشان تبيع أكتر، الناس نفسها بتشتري أكتر من أي موسم أو أي شهر غير رمضان، أو الbusiness عمومًا عايز يظهر بشكل مختلف في الموسم بتاع رمضان. كل ده معناها إن الطلب بيزيد على التصميم، بس الطلب بيروح لمين؟ بيروح للمصمم اللي فاهم الهدف مش بس الشكل. الغلط اللي بيوقع فيه أغلب المصممين التركيز على الفوانيس والزخارف والأشكال، ومفيش رسالة بيعية واضحة، واستنى العميل بدل ما هو يبادر للعميل. رمضان مش موسم جماليات، رمضان موسم القرارات السريعة. طب تعمل إيه عشان ما توقعش في الأخطاء دي؟ اسأل السؤال الصح قبل ما تبدأ في التصميم. يعني إيه الهدف من التصميم؟ إيه الرسالة اللي عايز يوصّلها التصميم؟ وهل العرض واضح ومفهوم للعميل والّا لأ؟ وتفهم إن في سبب يخلّي العميل يشتري والّا لأ؟ اشتغل على الاستفادة الفورية، خلّي أي تصميم فيه رقم واضح، مدة العرض واضحة، سبب للشراء فورًا. يا صديقي، رمضان موسم سريع، فاللي رسالته أوضح هو اللي بيوصل أسرع أو هو اللي بيكسب. دايمًا تشتغل في التصميم على الmood، ما تشتغلش على الزخارف والألوان بس. يعني مثلًا الألوان دافية، الإضاءة، الإحساس باللمة، كل ده بيعمل mood كامل مش بس رسالة واحدة. الخلاصة، لو أنت طلعت من الفيديو ده بحاجة واحدة بس، هي إنك تفكّر بدماغ العميل مش بدماغك أنت، أو تفكّر بمعنى أصح كصاحب business مش مصمم بس. وافتكر لمّا تكون فاهم business تصميمك هيبيع لوحده. سلام عليكم.